صلاة النبي يا رجاله اول استفتاح اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اول استفتاحنا اهو. الناس عماله تقول مفيش سمك مفيش سمك، لا في سمك اهو الحمد لله. وده اول استفتاح. نطلع العياشه بتاعتنا بقى اهي ونستفتح فيها ونتوكل على الله بالصلاه على النبي. يلا يا ستي اقعدي بقى اصبري بقى ايه، اقعدي لما اسلكك اقعدي. الموضوع يا جماعه موضوع ساعي مش موضوع دور. موضوع اهم حاجه تمسك الفايبر وتلغي السمكه، مش تشتغلش بكذا فايبر. يلا نشتغل وان شاء الله نتكلم معاكم في طريقه الصيد باذن الله بالليل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايبي متابعينا على قناه المصري تعليم صيد السمك بالصناره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والله وحشني كتير قوي. طبعا بقالي كتير ما طلعناش مع بعضينا، ما اتكلمناش مع بعض. مفيش حاجه تشجع بالامانه ان انا اتكلم فيها بالنسبه للصيد. الاول ندعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويثبتهم، واحنا خذلناهم في ربنا ان شاء الله يا رب يكون معاهم ويثبتهم وينصرهم يا رب. النهارده بقى لهم اكتر من سنه و3 شهور اهوت بيكافحوا وربنا معاهم وينصرهم. نرجع لموضوعنا، موضوع النيل. النيل زي ما انتم عارفين كان زايد قوي، واول مره تحصل الموضوع ده زياده خسيه زياده خسيه وخسيه ايه بسيطه، والمره دي نزل نزله كبيره قوي. فصحيه ربنا انتبهت لشغلي وقلت لا بلاش بحر خالص وانتبه لشغلنا. وكان عندي كبسه شغل للامانه، وانتوا عارفين ان جاء الشغل نسيب البحر، ما فيش شغل ننزل نتسلى. فالنهارده نزلنا وقلنا نجرب الميه بعد النزول دوت. الجو طبعا ساقعه والجو تلج بالليل، لكن انا عن نفسي بقول لو تفيد بالليل ما بعرفش اصطاد. فدايما الواحد وهو سقعان بيتحرك، بيعرف ينقل من دور لدور، يلغي مع السمكه. فانا طبعا زي ما بقول كده ان الجروف الطينيه لا هتاكل ان شاء الله لو في سمك ان شاء الله. انا اتعشم خير من ربنا. الناس كلها بتشتكي من الميه، لا النهارده هنشتغل بدود الارض وفايبر. انا مش جايب فايبر طويله قوي، جايب فايبر 5 متر وجايب فايبر 6 متر. فلان الميه نزلت فمش محتاج الفايبر الطويل قوي فيه. فهنجرب النهارده ونشوف مع بعضينا بدود الارض وربنا يسهل والسمكه تاكل. بقول الجروف الطينيه ان ارض الطينه بتبقى احسن من الحجر. ليه؟ لان الطينه زي ما انتم عارفين بتبقى دافيه بالليل. لا السناره بتاعتي وقعت، انزل اشوفها بس هي ما وقعتش جامد، خليها مش مشكله. الغابه بتاعتي وقعت. فان شاء الله نجرب بالليل ونشوف لو كلت السمكه نقول لكم كلت ازاي، ونتعشى بخير في ربنا واحنا بنسعى كلنا. ونتكلم مع بعضينا بقى طبعا في طرق الصيد بالليل وازاي كان اكلناها، كلت على التمشيه، كلت على التثبيت، كلت على التنطيق. المهم ان الواحد يسعى يسعى وبعد كده كل حاجه تيجي بعد كده ان شاء الله، ونستمتع بوقتنا. اي نعم الجو ساقعه وفي ناس كتير لمت العده وقالت خلاص احنا بيات شتوي، وفي ناس بتنزل بحر للتعبان. لكن زي ما انتم عارفين في وجه قبلي التعبان بقى نادر قوي وجوده في وجه قبلي. يعني من عندنا مثلا من الحلوان لغايه ما بطلع مثلا المنيا او اسيوط مفيش تعبان خالص. فاحنا برضو نازلين بندور على سمكه البلطي او سمكه البياض. في معايا ناس هترمي للبياض النهارده بالصاحي، وفي ناس هتشتغل على البلطي. فمع بعضينا ان شاء الله وبالليل نوفيكم بكل التقارير باذن الله. تحياتي ليكم واشوفكم بالليل باذن الله. على داير فيلا والله يا رجاله، والله على داير فيلا. هنرقص اللبلوب النهارده ان شاء الله. المصري ده ملوش كتالوج. قال يقول لك البحر ما فيهوش سمك. قال البحر عايز صياد، البحر عايز صياد. ايه تحياتي لجروب صيد السمك غيه فاحسن النيه كل الصحبه الجميله. صلاة على النبي عليك يا واد يا مصري، ورقص لبلوبك يا مصري. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كل كام سمكه كده نصور لكم سمكه باذن الله. الجو والله جميل، والله شتوي جميل، بس السمكه يعني بتاكل بالضلين، عايزه ملغيه جامده وعايزه شغل جامد. يعني بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله تبقى ليله سعيده باذن الله. يا الله رجاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الساعه 1 اهي بقى، اقعد اكل لقمه واشرب لي فنجان قهوه ولا كوبايه شاي. السمكه قليله قوي 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 يا جماعه. السمكه بتاكل على الضلين. ادي شويه الشير اللي خدناهم اهمت النهارده 30/11. بسم الله ما شاء الله. ادي السمك اللي موجود في الميه. المصري يغيب يغيب وينزل يرقص اللبلوب. اهم حاجه ترقيص اللبلوب والسمك يلعب في الميه كده، دي تبقى متعه الواحد والسمك بيلعب في الميه. شرايه مسنوده على شرايه رفيعه، هي سله الواحد في اول الليل، وبقى كده السمك بقى ايه بقى تطوع بقى ايه على فترات. بس شويه سمك بسم الله ما شاء الله. الساعه 1 اتمنى نقعد لنا كمان كام ساعه بعد ما نتعشى ونشرب لنا فنجان قهوه ونكمل سهرتنا ان شاء الله. زي ما قلنا كده السمكه بتاكل بدود الارض.
شغاله، انا شغاله على قصير بصراحه ربنا، يعني 70 سم 80 سم، غير الرمال. الرمال بتاعي عامله طويل. جربت الطينه كانت عليها كويس في اول الليل، وقلت اجرب الحجاره شويه برضو، يعني الحجاره قعدتها احسن بقى، يعني الواحد متبهدل من الميه، فالسمكه بتلاغي. فاهم حاجه، الموضوع صبر، تصبر وتلاغي السمكه، تنطق لها الطعمايه، تسند عليها. في ناس بتقول لك لا، ثبت الفله في الايام اللي هي الساقعه دي. لو انا ثبت الفله الطعمايه مش هتروح للسمكه، يعني يعني السمكه ما بتتحركش، السمكه حركتها قليله في الشتاء، يعني بتبقى قاعده في الجره بتاعتها، حركتها قليله. انت لما بتسرح ببطء جامد قوي، فالسمكه انت بتودي الطعمايه لغايه السمكه، بس اول ما السمك يمسك الطعمايه لا، اسند جامد بقى، ما تمشيش، اسند عليها جامد لحد السمك ما ياخد الفله. ولما ياخد الفله كمان ايه، ما تضربوش على طول، لان السمكه مموعه شويه، لان السمكه مدهنينه كلها، السمكه شبعانه. يعني سيبها شويه، سيبها تندخ في الطعمايه شويه، وبعد كده اضربها. ضيعت كتير بالامانه في اول الليل، لكن بعد كده لما عرفت اتعامل معاه بقى واصبر عليه شويه، لا بقيت اخده. لكن في الاول كنت اول ما يغمق الفيل لو ينزل بيها اروح ضربه، يلكم ويروح. لكن هي السمكه عايزه تصبر عليها شويه، تنزل بالفله، سيبها لما الفله تروح خالص ما تشوفهاش، او تجسها. لو انت شغال على الحساس جسها مره واتنين كده، نرفزها، خليها تدوس مره واتنين كده، تنقر في الغابه، تشد في الغابه، بس برضو بايدك تكون حساسيه جامده قوي. اكل ان شاء الله واكمل معاكم، وربنا يسهل ان شاء الله. طبعا الجماعه قاعدين بعيد عني، انا قاعد لوحدي في ملكوت ربنا اهوت، وربنا اللي بيسترها. تحياتي ليكم، وحشني والله. تحياتي لكل الاعضاء وجروب صيد السمك غيه في احسن النيه، وقناه المصري لتعليم صيد السمك بالصناره. ان شاء الله نحاول نواظب معاكم ونكون متواجدين الفتره اللي جايه ان شاء الله. الساعه 3 كده، انا استكفيت صيد، قاعد في العربيه اهوت، ظبطت حاجتي، سايب السمك بس في الميه، وخدت حتتين تاني بعد ما صورته، واقعد اشرب لي فنجان قهوه على ما الجماعه يجوا، وازاز لي حبه فول سوداني. والله الجو تحفه، الجو دفى، الجو السمكه قليله ليه؟ لان الجو دفى. الجو لو سقع والميه بخرت السمكه هتاكل احسن، ده رايي. يعني الايام اللي جايه ان شاء الله تبقى احسن باذن الله. برضه خدنا ان شاء الله الحمد لله، خدنا رقصنا اللجلوب، وخدنا طاسه سمك نعمل لنا اكل. يعني انا بقالي شهر ما بنزلش الميه. تعالوا بقى اشربوا قهوه معايا بقى. يلا ان شاء الله اعمل لكم تقرير قبل ما امشي باذن الله. السلام عليكم حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ نشوف الغماز ده بس الاول نزل كده واتكلم معاكم. ارض دي ولا سمك؟ لا، ارض مش سمك. احنا ان شاء الله النهارده 30/11. الموسم ده انا بعتبره من اسوأ المواسم اللي جت في نهر النيل. زياده خسيه بسيطه زي ما قلنا كده في الاول، بس النيل نزل نزله جامده قوي. وطبعا اللي مأثر على النيل السنه دي شغل الكهرباء، كل الصيادين شغاله بالكهرباء. احنا عمرنا ما كنا بنطلع ونجيب السمكتين دول، كنا بنجيب قد ده 10 مرات. ادي السمكتين اللي احنا خدناهم اهم. ننهي السهر بقى، قرآن الفجر بيأذن اهو. حلوين، كله تراضى يعني، مش هنقول بقى. ادي السمكتين اللي خدناهم اهم، فيهم احجام كويسه وفيهم شر يعني زي ما انتم شايفين اهو. هنلم بقى ان شاء الله كده على الجماعه ما ياكل لقمه، لان انا اكلت، ونتكل على الله. الجو طبعا احنا كنت اتمنى ان الجو يكون برد عن كده. الميه لو بخرت، الميه السمكه بتطلع متلجه، مش قادره تتحرك من السقعه. اما الجو فوق دافي، يعني الجو احنا قاعدين الجو دافي بصراحه ربنا، يعني ايد الواحد ما نملتش ان يمسك الطعماء دي منمله ولا حاجه، لا الجو دافي فوق. لكن الميه كانت محتاجه سنه هوا بس كده، كانت الميه تدفى والميه تبخر، كانت السمكه هتاكل احسن من كده. ممكن الايام اللي جايه تكون احسن، الله اعلم. بس احنا بنقعد شغالين في الموسم كده لغايه شهر 2، يعني في اول 3 كده بنبطل ان احنا ننزل بالريم بقى بالنهار. لكن احنا النهارده كنا شغالين بذود الارض. وادي السمك زي ما شايفين اهو، الناس كانت بتشتكي. هو في انا ما بقولش ان السمكه كتيره، يعني اللي حابب يطلع ولا حاجه، لا السمكه قليله، مش هي الكميات اللي الواحد كان بيطلع ياخدها. الواحد كان بيملى العياشه وعياشتين والله.
ده المصداقيه. فالطينه بتاكل احسن من الحجاره، يعني انا جربت الطينه في اول الليل كانت احسن من الحجاره. بس طبعا بقى ايه، الطينه الواحد رجليه اتبهدلت من الميه والقعده وكده، فجيت قعدت على على الحجاره لحد ما زمايلي يجوا ونمشي. اطلع بقى الم حاجتي في العربيه ونتكل على الله. وزي ما قلنا كده السمكه لغيها وسرح شويه. اول السمكه ما تمسك الطعمايه ما تمشيش ايدك، اول ما تحس ان ضربت الفله ثبت على طول، لان هي السمكه مش هتجري ورا الطعمايه. يعني اول السمكه ما تنقر في الطعمايه ثبتها وافضل ماسك على ايدك. بص هي بتدب في الفل لحد ما تاخدها وتنزل بيها. ولو نزلت بيها ما تضربهاش، سيبها شويه، سيبها شويه، لان انا كنت بضربها على طول كان بيفرخ كتير. لكن لما كنت بسيبها لا كنت باخده. لان الجو زي ما انتم عارفين ايه برد شويه بالنسبه للوقت اللي احنا فيه من السنه. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية. وحشني والله ومفتقدكم وتعليقاتكم الجميله. فيا رب دايما متجمعين في الخير حبايبي، كل سنه وانتم طيبين.